هي المية دي ان هي جاية من الجبل على طول، فنملاها بقى ونجرب نشربها. احنا دلوقتي يا جدعان بقى ايه، وصلنا عند الكنيسة قديمة كده على منظر جامد الصراحة. معرفش اسمها ايه، هكتبها لكم في الفيديو يعني اسمها. الكنيسة شكلها قديم جدا، معرفش الصراحة التاريخ بتاعها اوي بشفتي، بس انا هكتب لكم اسمها تحت. المهم اول ما جيت هنا راجل كده مسكنا جورجي، لنا 100 ولا فراخ معايا مصريين ولا سعوديين، وقال لي مو صلاح والكلام ده. تقريبا الناس خلاص بقوا عارفين احنا مين اللي بيجي هنا كتير، يعني مصري يا سعودي، مفيش مثلا ايطالي اسباني مش عارف. المهم تعالوا اوريكم بقى المنظر عامل ازاي اهو. بص المنظر يا جماعه عامل ازاي، على جبل اخضر وبتاع. بحب انا المناظر الطبيعيه دي. ادي الفيو يا جماعه من بره بقى. زي ما قلت لكم قبل كده الشعب الجورجي شعب متدين جدا، تلاقي كنيسه في كل حته، مفيش زي عندنا كل شويه تلاقي مسجد كده، وهنا هتلاقيه زي كل شويه في كنيسه. بس اي جبل كده تلاقي فوقيه كنيسه. لازم لما تخش الكنيسه لازم تغطي شعرك، تلبس بنطلون، تلبس حاجه تغطي ركبتك، زي عندنا بالظبط. بس المنظر هنا رائع الصراحه. بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي يا جدعان، حاجه لطيفه. ده الجراج، انت بتركن هنا عشان النهر اهو، حاجه يعني رائعه، جامده اوي. هو النهر ده رابط بين تركيا، تعدي من تركيا على جورجيا تقريبا على أذربيجان، هو نهر كبير يعني. يلا بقى نركب ونروح الايه المكان التاني. احنا هنا كده دخلنا حديقة في برجوني، دي حديقة مشهورة كده، فيها في نصها النهر، في مكان كده بيشربوا منه، بيقولوا ان هو مفيد اوي المية دي، فهنروح كده ونجرب. اوريكم بس المكان عامل ازاي. اشجار النهر اهو. وادينا مكملين ونشوف الدنيا عاملة ازاي. الطبيعة هنا جامدة اوي الصراحة. نشوف فيه جوه. في هنا مصريين بقى كتير، عرب كتير جدا، ده السيزون يعني، الدنيا تلاقي زحمة. والجورجيين نفسهم بيجوا هنا كتير، لان ده بالنسبة لهم الصيف يعني اكيد، هما بيجوا يتفسحوا برضه. يلا الليل يا جماعة بتفوق، الليل جاي من فوق. جامد ده الصراحة. هنا في جيم صغير اهو، يعني جيم مع فيو. هي المية دي المفروض ان هي جاية من الجبل على طول، فنملاها بقى ونجرب نشربها. ساقعة قوي،
ساقعة جدا جدا يعني. نشربها بقى ونجرب كده. حلو، حلو أوي. عمرو دياب. دلوقتي رايح اكل بقى. الاكل هنا مش افضل حاجه. بياكلوا حاجه اسمها كينكالي. كينكالي دي زي الدمبلينجز، حاجه شبه بس محشيه لحمه. اللحمه دي بقى يا تكون بورك اللي هو خنزير، تكون بطاطس وجبنه. المهم لو دوت البطاطس والجبنه واللحمه العاديه البيف ما عجبونيش اصلا. فاحنا ايه هنخلينا ايه في اللي نعرفه، اللي هو ايه البيتزا. نطلب بيتزا مارجريتا ناكلها كده بالذوق. بعد كده ايه نرجع بقى تاني للاوتيل بكره نروح حاجه اسمها جوداوري ونشوف الدنيا ايه هناك. الاوتيل اللي احنا فيه الصراحه كنت حجزته، مش عارف ما عجبنيش قوي يعني. هي اوضه صغيره جدا على القد، مش افضل حاجه. فحجزت اوتيل تاني في جوداوري بكره، المفروض ده يكون حلو يعني. هنشوف. بعد كده نرجع تاني تبليسي نشوف بقى الكلام في اوتيل تاني مش نفس الاوتيل اللي انا قاعد فيه. بعدين انا بجرب يعني. الصراحة يا جماعة نشوف بقى ناكل دلوقتي. يلا نشوفكم بقى في المطعم ده. ما كانش عاجبني خالص خالص يعني. آه البيتزا كانت أول مرة أشوف البيتزا كانت تبقى كده يعني. المهم رحت للمطعم دوت. ده مطعم تركي. كلنا فيه أكل كده يعني أحسن من شوية من الأكل التاني. أول ما رجعنا على طول من برجومي جورجيا. كده الفيديو خلص وأشوفكم في فيديو تاني المرة الجاية. ويلا أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. باي باي.